عواف يا دعدور. اهلا، ازيك ابو علي؟ ايه اخبارك؟ تمام والله. مالك بس قاعد مع نفسك ليه الحكاية؟ شايل في قلبك ليه يا ولدي بس؟ ما تسيبها على الله. تعبان من الزمن تعبني قوي يا ابو علي، وقطم ظهري قوي. الزمن؟ باهي الزمن. بص، وبالذات يا ابو علي الزمن، ضربة الزمن من القريب يا ابو علي، ضرب ما يطعن فيك بسكين يكون فارش له الارض ورد وحريق. ايوه وياجي يا ابو علي تريه هو خاين اما يروح يبيعك لغيرك. طب الزمن بيبيع ولا القرايب ولا الناس اللي بتبيع يا ولدي؟ ما احنا تعبنا الزمن مش بيبيع حد يا ولدي، ده الناس اللي بتبيع. تعبنا من الزمن عشان الزمن دي ورانا اشكال الناس اللي ما عندهاش رحمة ولا تقدير، وما عرفناش ان احنا بشر اصلا، احنا ضيوف على الارض دي. ما عرفناش ان احنا ضيوف على الارض دي. الواحد القريب مفكر انها الدنيا دي دايمي، اللي دايما لوجه الله يا ولدي. احنا نفس طالع ونفس رايح يا ابو علي، بس لما يجي يبيعك يا ابو علي ويكون تعبك، ويجي يكون انت قايل له حكي له وموكل ومشرب في بيتك، ويجي يقعد مع واحد لا ده فيه وما تقعدش معاه. وانت تعب ليه قلبك؟ وليه ظالم الزمن معاك؟ الزمن ملوش يا ولدي ظلم. ما هو الزمن اللي ورانا الاشكال الناس دي. برضه تاني الزمن. طب وبعدين سيبها على الله. الزمن دي هو اللي تعبني. طب سيبها على الله يا ولدي. انت هتقطع مسالين ليه معاك؟ سيبك بلا زمن. اللي يوقف معاك وقف معاه، اللي يقدرك قدره، ما تتعبش نفسك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وانت تتعب نفسك ليه؟ الموجوع يعمل لايك ومتابعي واكسبلور، وكل عام وانتم بخير وشكرا. برضه مبارك ما تخربط في الكلام.